تأخير الصلاة عن وقتها من كبائر الذنوب، وبعض أهل العلم قال الصلاة باطلة. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة قال الله تعالى فيها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني عندها وقت، كما لا يجوز ولا تستطيع أن تصلي قبل دخول الوقت، قال لك كذلك لا تستطيع أن تصلي قبل خروج الوقت. فالذي يتعمد إخراج وقت الصلاة عن وقتها هذا عند الجمهور وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وعند بعضهم صلاته باطلة. وشوف أصل الشر أن الإنسان يؤخر الصلاة عن وقتها. يا إخوان، فالإنسان يجاهد نفسه يكون واش يكون لا تؤخر الصلاة عن وقتها، وهي من أسباب عذاب القبر. بل هناك حديث رهيب جدا، ما نش نتكلم على اللي ما يصليش، نتكلم عن إنسان يقدم أمور الدنيا على الصلاة. هناك حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله والبيهقي وغيرهما بسند حسن من حديث أم أيمن وحديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تترك الصلاة متعمدا. شوفوا، لا تترك الصلاة متعمدا، فمن ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. يتبرأ منك الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام. ماشي ما يصليش، يصلي لكن يؤخر الصلاة عن وقتها. لهذا قال أهل العلم أكثر الناس عرضة للشهوات، تصيبوا تاع شهوات تاع دعاوي الشر الإنسان الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، لأن الله تعالى قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. ما قالش ما يصلوش، يصلوا بصح يضيعونها يؤخرونها. قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، بعد ربطها مباشرة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ربط غير إضاعة الصلاة ذكر بعدها الشهوات. قال لك الجزاء تاع الذي يضيع الصلاة حتى تخرج عن وقتها يبتليه ربي بالشهوات، بالنساء، بالمخدرات، بالغيبة، بدعاوي الشر، مع أنه يصلي. لهذا اليوم الناس يجي يقول بصح زعما يصلي، بصح ماهوش يصلي كما يأمر الله عز وجل. هذا يصلي ويؤخر الصلاة عن وقتها، أحيانا وين يصلي في الوقت يبتليه الله عز وجل بالشهوات، ويبتليه بالشبهات، ويبتليه بالصد عن سبيل رب الأرض والسماوات. فالله فيكم يا إخوان، الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم. يكون واش يكون ما تأخرش. بعد حنا يبدا يقول لك بصح أنا نخدم أنا ندير. أخي الكريم، سيب حل حياتك. حنا دي مشكلتنا اليوم، كي تقول الأمور تاع الدين قال الله قال رسول الله تاخذ بالصح، دبر راسك، صيب حل حياتك. كيفاش تجي تقول لي ما نقدرش صلاة تاع 5 دقائق نقاري ونصلي برا جنينه ولا ندخلوا نصلي؟ راني في المكتب نصلي في المكتب، نخدم بناء، نخدم نجار، نخدم طبيب، نخدم واش نخدم، ما نقدرش 5 دقائق لله. ما عندناش عذر الا حالات نادره جدا. ما عندكش عذر اخي الكريم، قلت لك الا حالات نادره. الصلاه هي الحالات.